في الساعات الأولى من يوم 15 نوفمبر سنة 2004 راح بيتر بوركو ومراته جوان علشان يناموا، بس اللي حصل لهم وهم نايمين كان شيء فظيع. الاتنين اتعرضوا لهجوم، واحد دخل ضربهم بفاس كبير وتقيل. بيتر اتضرب أكتر من 16 ضربة في الراس، اخترقت جمجمته وكسرت دماغه وخلعت فكه بالكامل. ومراته جوان اتضربت بنفس الفاس أكتر من مرة في راسها، ولكن لحسن حظها فضلت عايشة، ولكن وشها بقى مشوه تماما. والصبح لما اتأخر بيتر بوركو عن شغله، ودي مش حاجة هو متعود عليها، فهو لو كان هيغيب أو يتأخر كان لازم يبلغ قبلها. فبدأ زمايله يتصلوا بيه، ولكن ما كانش في حد بيرد، ولا هو ولا مراته. فزمايله بدأوا يقلقوا وحسوا إن في حاجة غلط، وراح واحد منهم لبيت بيتر، ولكنه أول ما وصل حس إن في حاجة غريبة، لأنه لقى المفتاح محطوط في الباب من بره. ولما قرب وبص من الباب لقى بيتر واقع في بركة من الدم، وطبعا بلغ البوليس على طول. البوليس أول ما وصل دخل البيت بالمفتاح الموجود في الباب، ولقى بيتر واقع في بركة من دمه قدام سلالم الدور العلوي وجمجمته مكسورة. وفي أوضة النوم لقوا مراته جوان على السرير، هي كمان مضروبة على راسها وإصابتها شديدة، ولكنها لسه عايشة.